نفسه نصيح وحويط. حسونا حسونا لكل عقدة محلولة، وكل يوم عندنا في جديد. حسونا 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 عيل الهولة، مفكر نفسه نصيح وحويط. حسونا حسونا لكل عقدة محلولة، وكل يوم عندنا في جديد. حسونا حسونا قلبه ابيض، حسونا دمعي طرب. حسونا قلبه ابيض، حسونا دمعي طرب. حسونا لا وكمان قاضي وفنان. حسونا مبدع ومسمع، صيته مسابقه في كل مكان. حسونا حسونا كل يوم وياه بحكاية، أبيض وأسود والألوان. حسونا حسونا قلبه أبيض، حسونا دمعته ورب. حسونا قلبه أبيض، حسونا دمعته ورب. حسونا لا وكمان قاضي وفنان. انا عارف كل حاجة وفاهم كل حاجة. الاوي الكل بيكذب ويحور، والحقيقة بسرها تبان. ضحكوا وقالوا عليا عبيط، بس الحقيقة ان انا غلبان. قلبه أبيض، حسونا دمعته ورب. حسونا قلبه أبيض، حسونا دمعته أقرب. حسونا لا وكمان قاضي وفنان. حسونا 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 حسونا. الاول يا دكتور حقنة، هو الواحد يخلف ازاي؟ الواحد عشان يخلف لازم يكون متجوز يا حسون. طب ما انا متجوز لواحد مرات. متجوزها من امتى؟ من امتى؟ من زمان، من ايام ما عملنا فرع ودخلة وجدعانة قعدت ترقص فيه كده اهو كده اهو. طب ما خلاص يال، ما مفهومة ايه؟ هي ايه اللي مفهوم؟ انا بقول لك انا عايزك اخلف ازاي؟ ده كده انت متجوز يعني بقى تخلف براحتك بقى. ايوه ما انا متجوز يعني، ايوه اخلف ازاي؟ روح للواحظ واتفق معاها، هي هتقول لك. اتفق معاه؟ طب ما انا اتفقت معاه، لو جه واد هنسميه عز عشان يبقى عز حسون، ولو جاب بنت هنسميها دهب علشان يبقى دهب لواحد، بس برضك ما خلفناه. يا سلام، يعني هو الاتفاق ده لا يخليكوا تخلفوا؟ امال انا اتفق ازاي يا دكتور؟ امال انا جاي لك ليه؟ بص يا حسون، عشان تخلفوا يا ابني لازم تخشوا الأوضة وتكون ضلمة. في الحالة دي هتخلفوا. ايه ده؟ يعني انت تقصد ان احنا ندخل بيتنا والجو ضلمه ونتفق؟ الله ينور عليك. ايوه، تخشوا الجو ضلمة وتتفقوا. طب ما احنا لازم نتفق في بيتنا والجو ضلمه، امال هنتفق على اسامي العيال في الشارع ولا ايه يعني؟ يا حسونة يا ابني، انا مش قصدي على الاسامي، انا قصدي تتفقوا مع بعض انك تخلفوا. مش فاهم يعني ايه؟ يعني تكلم لواحظ وهي تعرفك تخلفوا ازاي. يعني انت قصدك اتفق مع رواحظ نجيب العيال ازاي؟ الله ينور عليك، ده اللي انا اقصده. طيب ما انا نفسي اتفق مع رواحظ، بس عايز اقول لك على حاجه. يعني انت عمرك ما اتفقت مع مراتك الله يرحمها، علشان كده ما خلفتوش، صح؟ يا سيدي الله يكحمها، هي كانت ماشيه من دماغها وممشيه كل حاجه برايها، هي غرت في داهيه. علشان كده ما اتفقتوش. طب انا عايز اعرف اتفق انا ورواحظ ازاي؟ يا سنه سودا يا سنه سودا، حد ياخد الواد ده من قدامي قبل ما اقتله. ايه يا دكتور؟ صوتك جايب لاخر الشارع ليه يا دكتور؟ في ايه؟ تعالى يا سنح، تعالى يا سنح يا اخويا، شيل الواد ده من قدامي. ماله حسونه؟ في ايه يا دكتور؟ عندك اهو، اساله شوف عايز ايه. عايز ايه يا حسون؟ انا عاوز اخلف يا عم زلع. طب ما تخلف، ايه اللي حايشه؟ ما هو الدكتور حقنة مش راضي. لا ما عندكش حق يا دكتور، الراجل ما طلبش حاجه غلط ولا عيب، ده حقه. لا حول ولا قوه الا بالله. هو انا يا عم منعته؟ ما يخلف ولا يغور في داهيه. ما هو يا حسون الراجل مش ممانع، ايه المشكله؟ لا ممانع ومش عايز يعرفنا اخلف ازاي. لا كده غلط يا دكتور، لازم تعرفه ازاي يخلف.
يا عالم ياهو، اعمل ايه؟ دي حاجات تتحكي. معلش يا دكتور، انت برضك راجل خبره برضك، خده جوه فهمه ازاي يخلف. هو يا ابن العبيطه، يا ابن العبيطه يا عبيط، هاخده جوه ازاي؟ اهو شفت، مش عاوز يعرفني ازاي. معلش عشان خاطري يا دكتور، خده برضك بالهداوه كده وازاي يعرف يخلف. لا الهزار وقعت بين اتنين مجانين بهاطيل ما بيفهموش. بص يالا يا حسونه، ولا انت تخش على واحد تقول لها يالا انا عايز اخلف وهي هتتصرف. روح. هتتصرف ازاي يعني؟ هتعمل ايه؟ هتعمل لك حله محشي وتطفحها لك وتطفحها لك. لسه واكلها اول امبارح وبرضك ما خلفت. صبرني يا رب، اعمل فينا ايه يا رب؟ صبرني. بقول لك ايه يا واد حسون، يمكن العيب مش فيك انت، يعني ايه مش فاهم؟ يمكن العيب في لواعظ هي اللي ما بتخلفش. لاحظ فيها عيب؟ علاوي لاحظ دي كاملة متكاملة يا عم زلع. علاوي ما يسلمش الامر برضه، ممكن يكون العيب في الخلفه والعيب مش كده برضه يا دكتور. معانا بقول لكم ايه، انا ماليش دعوه بالموضوع ده، لحسن تقولوا لي روح كلم لواحظ عشان نتاكد. وفيها ايه يا دكتور حقنة؟ مش انت دكتور ولا ايه؟ الله يخرب بيت الدكتور حقنه، اللي جابوا الدكتور حقنه. بقول لكم ايه، انا دكتور بهايم، دكتور مواشي، دكتور بهايم. ابعدوا عني، غرف داهيه، حرقتوا دمي، الله يحرق دمكم زي ما حرقتوا دمي، غرف داهيه. في يا دكتور، انت مالك اتعصبت علينا كده ليه؟ طب انت مش عايز تاخد حسونه وتعرفه ده جوه ماشي، لكن مستخسر برضك المعلومات الطبيه فيه. اعرفه يا ميم يا غبي يا جاموسه، الحاجات دي ما ينفعش يعرفها، ده لازم يعملها بنفسه. طب ما انا مش عارف اتفق مع لواحظ، يمكن اعرف اتفق معاك انت. تتفق مع مين يا ابن العبيط انت؟ تتفق مع مين يا انا؟ ولا بقول لك ايه، اوعى الكلام اللي دار ده واتقال ده يطلع بره، لحسن قسما بالله اعلقك بين ودانك المطرطقه دي، فاهم؟ ما تخافش، مش هقول لي لحد ولا عبيط. خلاص يا حسون، ادام الدكتور حقنه مش عايز يعرفك على حاجه، روح لجدعانه وهي تعرفك على كل حاجه. روح لجدعانه ام لواحظ عشان تجيب لواحظ بنتها وتعرفها ازاي تخلف. يعني انا اروح لجدعانة حماتي اقول لها ان انا رحت للدكتور حقنة وطلع ما بيعرفش يتفق مع حد، حتى مش عارف يتفق معايا. ما بعرفش، هتروح لمين وتقول لها ايه يا ميم يا ميم يا عبيط؟ سيب يا دكتور حقنه يروح لجدعانه يقول لها على كل حاجه زي ما انت ما اتفقت. اوعى يا زلعه يسوق سمعه الواد ده يا زلعه. سيب يا دكتور. اوعى يا زلعه، سيب لي يا زلعه، خد يا انا، خد يا انا، خد. اوعى يا زلعه، انا هروح لجدعانة الخبرة واقول لها انا جاي لك يا جدعانة الخبرة، جاي لك. خد يا انا حسونه. اوعى يا زلعه، اوعى يا زلعه، اوعى يا زلعه.